بعد 100 عام من الآن سنكون جميعا بإذن الله مع أقربائنا وأصدقائنا تحت الأرض، وسيكون مصيرنا الأبدي قد أصبح واضحا جليا أمام أعيننا، وسيسكن بيوتنا أناسا غرباء، وسيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون لن يتذكروا شيئا عنه. فمن فينا يخطر في باله أبو جده؟ سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا أشكالنا سيطويها النسيان، فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل أملاكنا وبيوتنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى أو نفع بعد 100 عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين، وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال، كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. هناك بعد 100 عام وسط الظلام والسكون سندرك كم كانت الدنيا تافهة، وكم كانت أحلامنا بالاستزادة منها سخيفة، وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. وسيطلق بعضنا صرخات استغاثة لا طائل منها، كما قال تعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. طالما لا زال في العمر بقية فلنعتبر ونغير، يا لها من رحلة تبدأ من ظهر الأب إلى بطن الأم، ومن بطن الأم إلى ظهر الأرض، ومن ظهر الأرض إلى بطن الأرض، ومن بطن الأرض إلى يوم الأرض. وفي كل محطة ترى العجب، وفي النهاية تحط الرحال إما إلى الجنة وإما إلى النار. شيئان يحزنان: رجل لم يدخل المسجد إلا في جنازة، وامرأة لم تستر نفسها إلا في كفنها. كم هي الغفلة وإلى متى ستستمر؟ إنها الحقيقة المرة. يحضرون للدوام في وقته، ويحضرون المطار قبل موعده، ويحضرون المستشفى قبل موعده أيضا، ثم ينامون عن الصلاة ويقولون مشكلتنا نومنا ثقيل. بل تؤثرون الحياة الدنيا. درس لي ولك. السلام عليكم.